طيب يا بنات، زي ما انتم شايفين كده القطعة اللي انا هعملها معاكم النهاردة دي مخدة للدبابيس او رشاقة دبابيس او وات ايفر بتسموها ايه. انا صعبان عليا احط فيها دبوس والله، يعني واخدين بالكم. انا هخليها مثلا لباكج التصوير، او ممكن نعمل مع بعض باكج تصوير بدل ما نقعد كل شوية نجمع كل مرة عنصر ونصور بايه ونحط ايه جنب ايه. دي اصلا فوطة مطبخ، بس هو الطقم الجديد انا بخاف استخدم الحاجات دي، مش عارفه ايه والله. يعني انا بجيبها وبحنطها، بجيبها بخاف عليها جدا، بخبيها، يعني بنسى كمان شلتها فين. مش عارفه انا بس اللي كده ولا في حد تاني معايا. وات ايفر. استعدوا بقى عشان نبدا الفيديو. حابه اقول لكم حاجه كمان، معلش استحملوني وعلوا الصوت بتاع الموبايل على الاخر، لان انا بعد ما اكتشفت وانا بصور لقيت ان الصوت، هو انتوا بتعلوا للاخر بيبقى معقول، بس في العادي انا التصوير بتاعي بيكون الصوت مظبوط، يعني ما بتضطروش تعلوا الصوت للاخر. شوفوا كده وقولوا لي يعني. السلام عليكم، اهلا بكل متابعين القناه. طبعا مبدئيا بعتذر لكم عن الغيبه الطويله دي، بس اكيد انتوا عارفين السبب يعني. العالم كله تقريبا ما بقاش عنده طاقه لاي حاجه. كومنتس بتاعتكم بتوصلني، بعتذر لكل واحده طبعا قلت لها هصور وارجع وما كنتش برجع. ربنا ينصر اخواتنا يا رب في فلسطين، ويعد اللي بيحصل ده على خير. بما اني مش قادرة اصور حاجة ولا ليا نفسي اعمل اي حاجة، فقررت ان انا ارجع كده بحاجة خفيفة لطيفة ترجع لي الشغف شوية، حتى وهي المخدة دي بتاعة الدبابيس. شايفين الطقم ده اللي انا لابساه من تحت البلوزة بتاعته؟ هي دي كان الكم طويل فقصرته، ده اللي اتبقى. فقررت ان انا استغلها، فكيته، الكم كان متني طبعا، فكيته. والخيوط الصغيرة دي ما تقلقوش مش هتبان اصلا، بس طبعا لو خدنا بالنا انا كنت ناوية اعملها معاكم مربعة، كنت هعملها زي اللي هو الكابوتونيه واحط وردة في النص وخلاص، بس شكل مكان الخياطة القديم واضح فمش هتكون لطيفة. فبالتالي ده الوجه بتاعي. كل اللي انا هعمله هقلبه، هخلي الجزء اللطيف هو اللي من جوه. هعمل ايه؟ هجيب خيط وابرة بنفس لون القماش بتاعي. انا مش عارفة هي كام سنتي، لحظة اشوفها لكم. هي 15 سنتي في 11، 15 في 11، هتطلع لك نفس مقاس دي. هتجيبي ابرة يفضل ان هي تكون اكبر شوية من ابرة الخياطة، وده خيط اللي هو العادي. انا اشتغلتها بصراحة بابرة تطريز، هي كانت عادية بس الابرة كانت طرية شوية فضايقتني مع الفايبر. ما عندكيش فايبر هتحطي قطن، ولكن هتحافظي عليها بقدر الامكان. وحاجة كمان هنعمل ايه، هنسرج عادي كأننا بنخيط عادي خالص. هنفضل كده لاخر اخر الدوران، يعني نفضل ماشيين كده لحد ما نلفها ورا. بعد ما خيطتها لحد الاخر اهو، هبدأ ان انا اشد الخيط بتاعي كده وهقفل الدايرة دي. هبدأ بقى ان انا اقفلها كده على بعض، لان هي مش من اول ما هنشدها هتقفل، لا هي هتقعد تفك شوية. هنفضل نعمل كده لحد ما نثبت الجزء ده كويس قوي، وبيبقى ملموم كده على بعضه علشان خاطر يبقى شكلها حلو وانا شغال.
هشتغل فيها شويه كده وهرجع لكم اوريكم شكلها بقى عامل ازاي. انا ظبطتها اهو، قفلتها كويس. هعمل عقده واقطع الخيط بس اهو. ما علينا، بصوا من تحت بيبقى شكلها كده. هنعمل ايه بقى؟ هنحشيها بالفايبر. طبعا كلنا بنحب اللحظه دي. انا عندي في اوضه الجلوس بتاعتي حوالي 8 مخدات، اللي هو الكوشن اللي بيتحطوا قدام الظهر بتاع الركنه او الانتري ايا كان يعني. فخدت واحده فكيتها وقلت الفايبر بتاعها ده اللي هيكون موجود هستخدمه في الشغل بتاعي بقى. الحمد لله لسه ما تمش اكتشاف المصيبه. يعني انا زوجي الحمد لله لسه فاكرهم 8 زي ما هو مش واخد باله بقى. الحمد لله. يعني ما عنديش حد بيبيع فايبر بصراحه يعني. هنقعد بقى ايه نحشي كده فايبر لحد ما تقولنا بس. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعيد تاني الكرة بنفس الطريقة. هنجيب الابرة وهنقفل. طبعا هي هتحتاج مننا حشو ممكن كمان قبل ما نشد الخيط عليها. نكملها بالفايبر. البطارية هتفصل يا شباب. ربنا يستر، ربنا يستر ويكمل الفيديو. وهنعمل ايه؟ هنقفل برضو الفتحة دي كويس قوي. بعد ما شدينا على الاخر هنعمل عقدة. طيب هي لسه واسعة. هنعمل ايه؟ هنقفل زي ما قفلنا الناحية التانية. نجيبي خيط يمين وشمال كده. كل مرة بتقفلي فيها هتلم معاكي. هكتفي بهذا القدر. بتشدي بتظبطي كده. شايفين الخياطة بتاعت اصلا التيشيرت؟ هاجي احط عليها كده، هشد كويس قوي. بصوا بتتلم. وهعمل كده وهعدي كده. انا هعملها المرة اللي فاتت انا كنت عاملاها بستة 6 بدلات. مش عارفة، حاسة ان هي حلوة بستة. اعمل لها 6 ولا اعمل لها 6 بدلات ولا 5؟ ما علينا، هعملها برضو 6. طيب انا ديني عملت كده وشديت. هعيد تاني على نفس المكان. شد كويس على نفس المكان. عندي قطع صغير كده اهو هدريه برضو. وهعدي الابرة بتاعتي كده. وهاجي الناحية اللي قصادها هوسطن كده وهعمل كده. حاولوا تطولوا الخيط شوية لما تيجي تعملوا الجزء ده حتى لو يكمل معاكم النص كده. 2 اهو. هاجي هنا بقى هعمل ال3 بدلات هوسطن. ممكن تعمليها 4 على فكرة، هيبقى شكلها لطيف قوي لو انتي بتحبي الزهور اللي هي في زهرة كده بيبقى شكلها كده اهو. هظبط كده. هعمل كل جنب 3. لا اخفيكم سرا، بصراحة انا عاملاها برضو للتصوير. بحاول ان انا اجمع باكجينج حلو كده للتصوير. طيب كده عدت عليها مرتين. هاجي هنا وهعمل زيها مرتين. اختصارا دلوقتي يا بنات وعلشان مطولش عليكم الفيديو، هتكملوا بنفس الطريقة. ان هتقسموا النص التاني على 3. هتعيدوا على البطلة بس مرتين بالخيط وخلاص على كده. انا اختصارا للوقت هكمل الاتنين التانيين وهرجع لكم عشان هلزق الوردة بقى معاكم ونشوف شكلها النهائي. خلصتها دلوقتي. هلزق الوردة
طبعا الورد بالفرع طريقتهم على القناة موجودة، هتلاقوهم سهلة قوي، مش بتاخد وقت. انا عايزه اقولك عامله بوكس كامل، اي شويه خيوط بواقي خيوط بتتبقى عندي بعمل منها وبشيل اي لون بقى، يعني كل الالوان اللي عندي مش بتاخد حاجه اصلا. نظبط كده. عندكم بقى الاستراس الفصوص الالماس دي حطوا، هي شكلها مش محتاج حاجه انا شايفه يعني، صح ولا حط؟